انا عارف ان التطبيقات بتشوفني وفي منهم متابعيني وصوتي ده هيوصل. استحوا على وجهكم، ما تبقوش بتتنافسوا مع بعض في الوساخه مين فينا ارخص عشان نجذب العميل وكله دايس علينا. احنا حرفيا كل حاجه زادت من 50% ل 30% ل 100%. حرام لغايه دلوقتي تبعت لي الكيلو ب 3.5 ب 4 جنيه. حرام حرام قولا واحدا. انا كل حاجه زادت معايا 100% وانت لسه بتديني الكيلو ب 4 جنيه واخش اتفاوض مع العميل عشان 5 جنيه و6 جنيه ويبقى الرحله ب 40 وجايب لي اعلى سعر 50. انا ما بشحتش. فانتوا استحوا على وجهكم وعيب. واحنا المفروض ان انا شريكك وشريك اوبر وشريك ديدي وشريك راعي ان احنا طرف معاكم في المثلث العميل والشركه والكابتن. فاحنا يا عيني احنا اقوى ضلع واضعف ضلع، احنا الاثنين، عشان احنا مش متحكمين في الاسعار. المتحكم في الاسعار التطبيق اللي بيحدد التسعيره، والعميل عايز مستهلك عايز حاجه رخيصه. فاولا واخيرا راعوا ان الناس اللي شغاله معاكم ديت عندها بيوت وعندها صيانات، ولو الناس دي كلها وقفت والعربيات وقفت مش هتلاقوا شغال معاكم. ما حدش هيشتغل معاكم الا العربيات بقى اللي هي 2000 و2001 والعربيات اللي هي اصلا متهانه وما بتمشيش، واي واحد عربيته عزيزه عليه وعلى نفسه مش هيشتغل. لان حرام فعلا، حرام حرفيا يبقى انا عربيتي بمليون ولا ب 800,000 وجايب لي مشوار 10 كيلو ب 40 جنيه. امبارح اوبر بعت مشوار 13 كيلو ب 53 جنيه. 13 كيلو ب 3. شوفوا الفجر. نفس الرحله لسه واخدها الصبح على ديدي 13 كيلو ب 90 جنيه. والله العظيم قسم بالله الصبح. بس انا شاري زيرو عموله. لو ديدي هتاخد منهم نسبه ال 90 جنيه دول يعني هتاخد منها 15 جنيه ولا بتاع، بس هيبقى معاك 13 كيلو ب 75 جنيه. الثانيه بعتها 13 كيلو ب 54 جنيه. قله ادب. فدي اول رساله للشركات الاربعه، احترموا نفسكم واحترموا الكباتن اللي شغاله معاكم. واحنا والله العظيم ما قليلين، والكباتن بس لو اتحدت عليكم وعملوا وقفه احتجاجيه ولا عملوا اضراب عن التطبيقات، بس نعرف نلم بعض ازاي. نعرف الآلية اللي نلم بعض بيها ونوحد كلمتنا. قسم بالله لا نديكم كلكم على عينيكم. بس للاسف احنا شرذمه، كل واحد فينا في حته. والكباتن اللي على السوشيال دول 5% من الكباتن الغلابه اللي في الارض، ال 95% اللي في الارض اللي بتضحكوا عليهم في اسعار وبتضحكوا عليهم محدش فاهم حاجه، وكباتن جديده بتضحك عليها. فحسبي الله ونعم الوكيل في الشركات الاربعه.